هي اكتر كلمة عامة ممكن الانسان يتشد ليها اول ما يسمعها، على الرغم من ان الكلمة دي هي تقريبا اساس كل انسان. مفيش حد فينا بيتولد بيبقى عنده خبرة كافية عن العالم او الناس او المواهب او الشغل الا لما بيكون لم حاجات تساعده. والحاجات دي اكيد مش هجيبها من كوكب مش دي كلها بتحصل في الكواليس. ازيكم؟ انا ستيفن هاني، وده برنامجكم الانتقال من اليأس الى اللابأس. يا اعزائي المستمعين، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب الكل يكون بخير وبصحة وبسعادة وبسلام نفسي قبل اي حاجة. طيب، لما نيجي نفكر في معنى كلمة الكواليس، اول حاجة هتجيها في بالكم عامة هي اضاءة، خشبة، كراسي، وناس، وتسييف. دي الكواليس بالنسبة لأي حد طبيعي، بني آدم نورمال جدا. ممكن يكون بيقبض في يومه 5000 جنيه وبيشتغل شغلانة بسيطة. لكن أي حد بيكون بيمر بتحديات، أو بين قوسين ممكن يكون تعب شوية أو مر بمعاناة كبيرة في بدايته، كلمة كواليس بالنسبة له هي المراحل لنضوج الكائن اللي واقف قدامك او بيكلمك او اللي انت بتسمعه حتى حاليا، علشان يبقى واقف قدامك دلوقتي. لو هندي مثال صغير مثلا، في الباك ستيج او في الكواليس للممثلين، انتوا طبعا عارفين، بالنسبة للناس اللي بتسمعني يعني عارفة ان انا بحب المسرح جدا. في الكواليس ممكن يظهر كل ما هو لا يظهر على خشبة المسرح، بين قوسين في حياتنا الطبيعية. الانسان بره في حياته في الشارع ممكن ما تلاقيهوش زي ما هو في البيت. في ناس ممكن تلاقيها داخله، يعني لو طبيت عليهم في البيت مره واحده ممكن تلاقيهم قاعدين عريانين جدا، ملط، من غير اي هدوم تسترهم. ممكن تلاقي مشروبهم المفضل مثلا الحشيش، مع احترام يعني، يشربوا سجاير مع انه بره ما بيشربوا السجاير. ممكن تلاقي ناس عاداتهم وتقاليدهم ولسانهم جوه البيت غير نفس البني ادم بس بره البيت. كل ده بيتكون في الكواليس، كل ده اللي بيخلقه اصلا البني ادم في الكواليس. ففي الباك ستيج عامة، لو جينا نبص على مرحلة تكوين الممثلين أو ما قبل ظهورهم للنور، هتلاقي إن في قلق ممكن تلاقيه موجود، في خوف، في رعب، في دموع، في برود، في صمت، في تركيز، في عرق، في غضب، في استعداد وتأني وتخلي عن كل ما هو ممكن يشغلك عن هدفك او عن حالك او عن حياتك او ايا كان. فتلقائيا هتلاقي نفسك وانت واقف كده بتبص على كل الناس وحاسس ان كل الناس مضغوطة ومحطوطة في ستريس وبتاع. انا كستيفن عمري ما هنسى، حقيقي عمري ما هنسى يوم ما كنت واقف في نص المسرحية بتاعتي الأخيرة، لما لقيت إن كل الناس محطوطة في ستريس خطير. مش خطير على قد ما هو الناس خايفة. في ناس أول مرة تطلع على المسرح، في ناس أول مرة تطلع تتكلم قدام ناس قد كده. وأنا ما بتكلمش على المسرح بس أنا بحاول أوصلها لكم بشكل مبسط. يعني مثلا ممكن تلاقي ناس واخدة أدوار بسيطة جدا في حياتها، ومرة واحدة بقت في كل مكان، بقت مطالب منها انها تعمل كذا وكذا وكذا، بقت مرة واحدة بقت مساعد مدير، بقت مرة واحدة بقت كذا كذا كذا. فبقى عليها ضغط ومسؤولية كبيرة جدا، هم اصلا ما كانوش متعودين على حاجة زي كده. فتيجي تبص للانسان ده بيبقى قدامه حاجة من الاتنين: يا اما بيقدف في طريق هو اصلا مش عارف يعمل فيه ايه، هو مطالب بس انه يكمل وخلاص، او بينهار لين ما حاجة من الاتنين برضو تحصل. يا اما يقوم بنفسه، يا اما حد يقوم زقه دي بمعنى ايه؟ يشجعه. فالفكرة كلها في الكواليس يا عزيزي المستمع. انت بتتعامل مع بني ادم، او بين قوسين انت بتاخد بني ادم، لما مؤاخذة في الكلمة يعني، بعد لما شاف وشرب وسمع الفرح، الخوف،
القلق، الجمال، الزعل، القرف، الكنتالوب، كله سمع وشاف وحس وكل حاجة. فانت لما تيجي تستلقى كده بني ادم تشوفه في حياتك او تتعامل معاه، اياك وتحكم عليه من منظره او الفاينل ريزلت اللي انت بتشوفها، النتيجة النهائية. انت ممكن مثلا لو اي حد شاف ستيفن في الشارع عامة، او اي حد هيتعامل مع ستيفن، هيلاقيه بني ادم شعره طويل، عينيه مكحلة اسود في اسود، نن عينيه بني عادي، ده جمال رباني يعني، حاجة بيني وبين ربنا. ربنا شافني جميل وخلقني على صورته فخلقني كده. انسان بيتكلم بكل الألسنة، سرسجي مع السرسجي، حريف مع الحريف، بيحب الفن مع اللي بيحب الفن، عبده موتة مع الصائع، عادي جدا. ده طبيعي، لأجل ان ده هو ما مش عارف افهملكوا ازاي، بس هو ما نزلش من بطن امه علامة، هو اتعلم واتلطش وخد على صداغه لحد لما ورمت وحمرت، بقت زي الطماطم مجنونة كده. الحوار اصعب مما اي حد ممكن يتخيل. لما تيجي تفكر هتلاقي نفسك واقف في مرحلة المنتصف. المنتصف المرعب ده هو اوسخ حاجة من بعد القهوة المحوجة. ايه هو المنتصف المرعب عامة؟ ان انت لا عارف تتحرك خطوة لقدام خوفا من ان انت خطوتك دي تعمل مشكلة جانبية لموضوعك، او تتراجع عن اللي انت كنت عايز تعمله فتبان انسان راجعي فتبوظ كل حاجة. فتفضل واقف في النص. مرحلة النص دي هي اكتر مرحلة بيظهر فيها كواليس الانسان اللي اتربى فيها. يعني ايه؟ مثلا عمري ما هنسى 2022 ايام ما كنت مصاحب بنوتة لا تتعدى من العمر، كان ساعتها 17 سنة وانا كنت ساعتها 18 تقريبا او 17 برضو مش فاكر بصراحة. قعدت تتكلم معايا كتير وقعدت تاخد وتدي لحد ما لقيتها مرة واحدة بتقول لي بص انا عايزك تقابل ماما، هي مستنياك النهارده الساعة كذا. وقفت كده انتوا بقى ايه؟ انتوا بتهزروا يعني؟ ما يعني مش فاهم. ماشي طبعا. رعب اول مرة في التفاصيل دي بيخلي كواليس الانسان تظهر عليه بردود افعال لا ارادية بالمرة. بين قوسين او بمعنى ايه، انا دلوقتي حد جه قال لي انت محتاج تيجي تاخد قرار مصيري ابن جزمة وانت مش جاهز ليه. وانا واقف وحت ابو حت امك يا كابتن ممكن تسيبني اروح اغفل خمسة، اخد ود انا يعني نفسي قدام المراية بتاع، اكلم واحد صاحبي مثلا اخد رأيه اي حاجة. لا، فالحطة لما البني ادم بيتحطها او بيتلطها غصب عنه بيطلع منه حاجات هو مش عايز يعملها اساسا، لانه بيبقى خايف من ردود الافعال اللي هتظهر. ليه؟ لان اللي هيبين عليه الخوف ده هو اساسا ان البني ادم اللي انت هتتعامل معاه هو هيشوفك وهيشوف كواليسك. الكواليس مرعبة لكل حد. كواليس تطور كل واحد في حياته مرعبة، ايا كان مين، ايا كان نضجه حاليا ايه. اللي بيكلمكوا ده كانت كواليسه اوسخ كواليس فيك يا دنيا. انا كستيفن اللي عامل البرنامج ده كله على بعضه، الكواليس بتاعت حياته كلها كانت زبالة، نفسيا معنويا جسديا حياتيا ديني، كله كان زبالة. وده لو رجع هيكون يعني لو هنقول ان هو اتبنى على حاجة او هو اسس حاجة، هو خلاني ناضج بعقل. في ناس بتنضج عشان هما لازم ينضجوا، بس هما مش مقتنعين ان هما ناضجين، يعني هما رجالة مش نبات، لكن هما رجالة فعلا لا. نفس الموضوع في بنات بتبقى فاهمة الدنيا، ايه اللي المفروض يتعمل، ايه اللي المفروض يتقال، ايه اللي المفروض يتحس في الوقت ده. بس في ناس بتطرش وخلاص، في ناس بتقول اي حاجة وخلاص. محدش عارف ان الكلام اللي ممكن يتقال ده ممكن يسبب في ظهور الكواليس الغير مستحبة ان هي تظهر. وعلى فكرة انت غصب عنك هتلاقي نفسك مرة واحدة الكواليس دي ظهرت في شد وجذب،
في مناقشه انت استريحت لها، في انسان انت ممكن تكون حاسس من ناحيته براحه في الكلام، هتلاقي مره واحده هزرت معاه، خرجت بره الحدود اللي انت بتخلقها عامه لاي انسان. فالموضوع بيبقى استغراب، وفي نفس الوقت انت بتستنى الرد. هل انت متقبل الجزء الصغير من الكواليس اللي انا شفتها في حياتي دي؟ فلما تيجي تفكر فيها تلاقي ان لو الجواب بتلاقي نفسك مرة واحدة اترسم فراشات غير طبيعية. زي لما تيجي تلاقي بني ادم هو الخالق الناطق انت، بس في هيئة عكسك الجنسي، او اللي هو بني ادم انت ذكر، هي انت، هي انت انتايه، هو ذكر. طفولة واتفلقت ربعين، لا مؤاخذة يعني. نفس الطباع، نفس الاسلوب، نفس الفكر، وممكن يكون البني ادم ده شاف نفس الحاجات. الفكرة كلها يا اعزائي المستمعين هو مش مين شاف ايه، الفكرة كلها في ان لما البني ادم ده شاف ايه اتعلم ايه. انا دلوقتي كواليس حياتي كلها كانت خراب، ده ضياع. اي حد لو كان اتعرض لنفس اللي انا اتعرضت له كان زمانه دلوقتي واقف على الناصية بيسكور، بيشد بودره، بيعمل اي حاجة، وده حقيقة. لكن الانسان اللي بيبقى عايز يتعلم من غلطته هو دوت اللي يستاهل معنى كلمة كواليس. ليه؟ لما نيجي نصنف كلمة كواليس يا أعزائي المستمعين هي كلمة جديرة بالفخر لدرجة كبيرة. ليه؟ لأن بعد الكواليس ما بيجيش غير العرض. الكواليس دي مرحلة الاستعداد أو مرحلة التجهيز للحاجة الكبيرة اللي انت بتبقى قاعد بتجهزها. مثلا أنا كستيفن بقالي بكتب العرض بتاعي بقالي أكتر من سنتين. شهر 6 دوت 6/2025 هكون بكتب العرض اللي انا بكتبه دوت بقالي سنتين. 6/2023 انا بدأت في اول حرف. 6/2025 هكون بقالي سنتين. تخيل بني ادم بيكتب نص بقاله سنتين، كواليس حياته كانت عاملة ازاي؟ هتلاقي ان في حاجات كتير جدا محدش ممكن يحسبها. لكن على الناحية التانية في طباع وعوامل بتخلي البني ادم واقف مش قادر يقول غير كلمة انت ازاي عملت ده، ازاي صمت، خليت نفسك صامد عامل زي الخشبة اللي انت واقف عليها دي. ازاي وقفت قصاد كل ده وكملت؟ وفي ناس تقول هو انت ازاي استسلمت بالسهولة دي؟ عشان كده دايما بقول الكواليس هي عظيمة جدا، عشان بتكشف اللي لازم البني ادم يكشفه لنفسه قبل ما يكشفه للعالم. انت دلوقتي خايف من شيء، خايف منه ليه؟ مثلا بالنسبه لموضوع الخوف، انا جاي اتكلم معاكم على حاجه صغيره جدا. من وانا صغير انا كنت بكره جدا الاماكن الضيقه، بكرهها فشخ. وعلى فكره ما كانش ليا سابق، او مثلا دي تروم مثلا ملازماني، ده انا بكرهها لله وللوطن. انا بحس اللي هو مقفول منها لما بشوفها. جه في يوم العيد 7/1/2025 كنت مع زمايلي، كنا رايحين نلعب لعبه اسمها لعبه المقص. حلو. دي كراسيها كانت، اللعبه دي بالذات كراسيها كانت ضيقه جدا لدرجه تخنق. فاللعبه دي جاي انزل بقى القضبان اللي هي لازقه في الكراسي دي عليا عشان تقفشني. لقيت نفسي مره واحده مش قادر اتنفس، مش عارفه اتنفس. جدعان عقل الباطن بيقول لي اتحرك ستيفن، موف ناو، دلوقتي حالا. لقيت نفسي بزق اللي جنبي وقمت طلعت اجري بمعنى كلمه اجري. خدت الفلوس اللي انا دفعتها في اللعبه وقفت بره. العيال كلها كانت فرحانه وعماله تصوت وتزغرط والناس واحد تليفونها وقع، حد تليفونه وقع، واحد كان في جيبه ايربودز اتكلت على الله نشلت، حد واكل حاجه مش مشطوفه رجع فوق. كانت دنيا. فخفت. مع الوقت البني ادم طول ما هو بيبقى حصل حدث قدامه، لو هو حدث مؤثر بيأثر عليه في حياته بشكل كبير. من كام يوم انا كنت رايح نازل قابل واحد صاحبي. مرة واحدة لقيت نفسي وانا بلبس القميص اتخنقت شوية كده. ايه ده في ايه؟ القميص ده كان ضيق شوية، لبست
عمال ازرر ازرر ازرر، كل ما بزرر لحد ما وصلت لاخر زرار وانا مش قادر اتنفس، حاسس ان جسمي حد ربطه. مره واحده قطعت كل ده، وقفت في نص الشقه وانا مش عارف اتنفس، دخلت في حاله هلع لا يمكن احد ان يتخيلها. بعد فتره كشفت واخدت ادويه وبتاع، والحمد لله الموضوع عمال يتحسن. الفكره كلها في ايه؟ اي حد يجي يتعامل معايا هيشوفني، لو حد حكم عليا مثلا من اللبس، انت ليه ما بتلبسش فورمال، او انت شكلك حد لذيذ ليه بتلبس اوفر سايز مثلا، او ليه كده. ممكن في ناس ما تبقاش عارفه الكواليس اللي انا كنت بمر بيها ايه. يعني مثلا شكلك حلو في الحاجه الايزي او الحاجه البسيطه، ليه لازم دايما تبقى لابسه فورمال، وليه لازم تبقى عامله كده؟ انا بحب كده. الكلمة اللي بتخرج بعد السؤال المباشر ده بيبقى حاجة من وراها اتنين: يا اما تهرب من السؤال، والسؤال ده لو حد بيتهرب منه بيبقى اكيد كان وراه مشكلة او كان وراه كواليس لا يمكن عقل بشري ان يتخيلها. البني ادم ده مر بيها ازاي، او كانت اجابة عادية جدا. في ناس بتحب كده فبتعمل كده. اوكي، فالموضوع صعب استيعابه. في ناس شافت في حياتها حاجات ما حدش فينا كبشر ممكن يستحملها، لكن هو استحملها. فدورنا الواجب ناحية الناس دي ايه؟ ان احنا نساعدهم او نشجعهم او ندعمهم، او حتى لو البني ادم ده ما كانش عايز شيء تكون واقفين جنبه من بعيد، نطمن عليه ان هو كويس وبخير. اذا احتاج حاجة احنا جنبه فقط لا غير. لكن اراء سلبية، نقد بناء، مش عارف، هتعملي فيها جوارديولا، هتعملي فيها حسن شحاتة، هتعملي فيها امين خليل، هتعملي فيها اي حد، شيل الكلام ده كله من دماغي عشان انا مش محتاجه. انا كواحد عديت في حياتي بحاجات كتير، انا مش هبقى محتاج النصيحة اللي خارجة منك حاليا. ما تنصحنيش، اعمل حاجة من الاتنين: هتقدر تساعدني في شيء ناقصني ساعدني، مش هتقدر تساعدني اتفرج عليا من بعيد وانا بقوم لوحدي. لما ابقى محتاج مساعدة هقولك ساعدني، انا ناقصني كذا، تعرف حل ليه؟ اجابتك تبقى يلا بينا نعمله. لا، هسألك حد. لا، ما عندكش اجابة، اشكرني او شجعني واتكل على الله. الموضوع ده بيفرق، علشان ده هيحسن كواليس الانسان اللي هو غرقان فيها. كواليس الانسان مرعبة زي ما قلت لكم قبل كده يا اعزائي المستمعين. الانسان عامة لما بيكون فيها لوحده كمان بيكون الموضوع صعب. الوحدة في الكواليس هي مرعبة. انا كواحد بيحب التمثيل من 2016، بقالي كده الحمد لله 9 سنين وانا بحب التمثيل، من وانا عندي 12 سنة. من وانا صغير جدا جدا جدا. شهادات تقدير كل ده ما بيبينش، بس فكرة ان دورك يعلق مع حد من زمان، ده اللي بحد ذاته جوائز الدنيا كلها لا تصفه. مش عارف افهمها لكم ازاي، بس الموضوع بيفرق. الكواليس لما بتبقى واقف فيها لوحدك يا عزيزي المستمع، ولو انت شخص قلق او بتجلي او بتخاف، الموضوع بيبقى يخوف. انت واقف لوحدك وانت جواك قلق ومش متاكد من الخطوه اللي انت رايح تعملها دي. انت رايح تعمل خطوه هيتبني عليها حاجات كتير جدا في حياتك. رايح مثلا تقدم في شغل هو مش شبهك ولا انت شبهه، بعيد عنك، فلوس مش مكفياك، في كذا ريد فلاج عمال يظهر قدامك وانت مش جاهز له. فبتلقلق لقلقتك دي هي اللي هتخليك تاخد ستيب لورا، هتبقى خايف، هتسيب العرض وتمشي. فليه؟ انت يا تواجه، تكلم الاتش ار تقول له يا معلم الفلوس دي مش جايه معايا سكه، يا تزودني يا معلش الاوفر ده مش بتاعي. طب هنشوف، طب وانت بتعرف تعمل ايه؟ لا يا باشا انا بعرف اعمل اي حاجه، انا ميكانيكي حاجات، مالكش دعوه، اديني التاسك ومالكش دعوه، انا هعرف اتعامل. لكن انك ترميني في التهلكه انا مش هسمح، عشان ده انت دي النسخه الوحيده منك. اياك تبقى فاكر ان انت لما تموت مثلا هيطلع حد تاني نسخه بدالك، هو اللي هيكمل وهو اللي هيبقى ليه حور العين وهو اللي هيبقى ليه كل حاجه حلوه في الدنيا. لا، انت عايش على الارض دي هتتبهدل، يا تتبهدل في حق نفسك يا تموت لك بسرعه. خد لك ابلع لك اي حبايتين، خد لك اوفر دوز واتكل على الله بسرعه. انا صريح معاك، عشان دي بتاعتك انت، ده مكانك انت، دي حياتك انت. هتعيشها انت هتكسب انت، مش هتعيشها انت مش هتكسب انت. كواليسك الضلمه يا تنورها بنفسك يا هتضلم معاها وهتفضل بايت جواها ومش هتعرض، وعرضك هيبقى بايخ.
لو زقت نفسك او حد زقك، عشان انت هتبقى مش مقتنع باللي انت بتعمله. زي ما الكواليس مرعبة زي ما هي مفرحة. انا عمري ما هنسى يوم لما انا كنت في اخر عرض من العروض اللي انا بحبها، او العروض اللي انا فعلا عزيزة على قلبي، وهو عرض البؤساء، كان من اخراج مينا نسيم، من اعظم الناس اللي انا عامة ممكن اكون اشتغلت معاهم. العرض ده انا شفت فيه كمية حاجات وكمية بلاوي. كواليس العرض ده كانت بنت حرام، كانت تقيلة قوي على قلبي، تقيلة قوي قوي قوي. عرض كبير لرواية كبيرة بامكانيات كبيرة، وشغال مع ناس كتيرة وناس كويسة وناس حلوة. الموضوع صعب. انت مرة واحدة كنت بتلعب في مسارح هواة وبتاع، مرة واحدة بقيت بتعمل حاجة لحد عالمي، معلش يعني بشوية ناس زمايلك قاعدين معاك، مش مثلا حد سوبر ستار شغال معاك ولا حاجة. كل ده كان باي ماي هاندز او بايدين المخرج. لو هنيجي نوظف اللي احنا بنسمعه ده او الموضوع اللي انا بتكلم عنه، هتيجي تلاقي ان الكلام ده كله مربوط بحكمتك انت وباختيارك انت وبحسن تصرفك مع المشاكل، مش اكتر. انت اتحطيت في ريسك لازم تلحقه، انت اتحطيت في نصيبة لازم تلحقها. انا عمري ما هنسى يوم ما الدنيا كانت هتبوظ مني، وقعدت يعني عشان احاول افك النيرف اللي انا كنت فيه، او عشان احاول اهدي نفسي، كنت حاطط المزيكا في ودني، كنت حاطط السماعه في ودني، اسف، وقاعد عمال اسمع وارقص. ايوه برقص، والله برقص في الكواليس. كنت عشان اتجنب كل ما هو ممكن يوترني، اشوف حد خايف او اشوف حد متضايق او اشوف حد مقلق او اشوف حد بيعمل اي حاجه، كنت بحط السماعه في ودني وباخد بعضي واتكل على الله، اعيش في العالم بتاعي انا. لان انا مش هأسأل على الحاجه اللي انا شفتها في عين كواليس غيري، انا هسأل على الحاجه اللي انا كنت في كواليس انا. كواليس انا، انت كنت بتعمل ايه قبل ما تطلع تعمل الدور؟ هل كنت بتراجع؟ هل كنت بتشوف؟ هل انت كنت بتأيد نفسك؟ هل انت كنت بتشجع نفسك؟ هل انت كنت بتعمل الحاجه اللي تخليك صح وتطلع لما يطلب منك شيء تعمله على اكمل وجه؟ ولا كنت مدي ودنك للي حواليك وعمال تضيع وقتك على الفاضي في حاجات مش بتاعتك؟ وبناء على ده كواليسك هي اللي هتحدد يا عزيزي المستمع، كواليسك هي اللي هتحدد انت عايز تبقى ايه عامة. انا عشان حددت انا كواليسي هتبقى في شخصيتي، هتبقى في حالتي، هتبقى في حاجتي، هتبقى في دنيتي، انا طلعت انا كستيفن. الناس اللي جت اتفرجت عليا كانوا كلهم مبهورين، انا شخصيا كنت مبسوط. انا عارف ان انا ما عملتش الحاجة دي بقى على اكمل وجه، عشان انا ما كنتش مبسوط منها من جوايا بنسبة 100%، الا اني لما اخدت حاجة كنت قدها. المسؤولية بتاعت دي هي بتاعتي انا، فهتفضل بتاعتي انا، فهفضل انا شغال عليها، عشان ده انا مش اي حد تاني، وعلى اساسه باقي قرارات حياتك. كواليسك يا عزيزي المستمع ما هي الا مبادرة انت بتشارك فيها او بتنظمها انت. فانت اللي بتقرر عايز تبقى مخرج حياتك، ولا تبقى مجرد ممثل مستني حد يخش يديك اوامر ويمشيك، يطلعك على الحيطان يقولك انت شكلك حلو في الحتة الفلانية، فعشان خدت كومبليمو او خدت كلمة نصح بقيت بتعمل الحاجة اللي انت اتنصحت فيها. لكن في الحقيقة انت في كواليس تانية مستنياك هتعرفك كل حاجة، بس ادي لنفسك انك تبقى قادر على ده. وبس كده، ده كل اللي انا اقدر اقوله لك. كواليسك هي لنفسك، كواليسك دي حياتك يا عزيزي المستمع، يا تبقى قدها او تهرب منها. شكرا لكل من استمع، واستناكم في حلقة تانية. ندعي لاخواتنا في غزة، ندعي اليوم كتير، وان شاء الله يا رب العباءة دي كلها تتنشل وترجع الدنيا سليمة زي الاول. اذكروني في صلاتكم علشان الدنيا بقت بايخة شوية، واذكروا والدتي في صلواتكم عشان هي تعبانة جدا. وبس كده، شكرا لكل من استمع.
والقاكم في حلقة جديدة. Rest in peace.